السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد هذا المقطع ثم نعلق عليه بإذن الله. مبروك. الجاهزية كلمة جاهزية سورة لازم ما بيلون ولا بقبيلة، هو إشعار كلام. أنا كوزير كخايف وجيب بأبطال الماي الشعر اللي كان قالوا قابلينه ما قابلينه بالكتاب ترى قابلينه بالبندق ولا البندق شايلينه قاعدين جايين. أنا أبيت حاجة واحد، كون معنا كضابط كخايف في دعم سريع وأنا أسلم نفسي لزول مستنفر اللي كان معي في دعم سريع مستهل. الناس الخاين خزنوا سيد الرئيس محمد عبدان دبل، انا الخزنان انا كويليو سبب خلاني انا استريت جيت بكبري بالطريق الرسمي عشان اثبت وجود انه الناس اللي فضلوا داخل الخرطوم يا ورمت ان اطال الداقين البلي مالهم. ثلاثة أنا زاكان في ممتلكات ميدان العسكرية عربات أما مدافع الكبار، أنا كان الشعار بتاعي في الخرطوم لا الآن كان القيادة بتاعي ما بيجيبها. هذه مجموعة من أبناء قبيلة النوير من دولة جنوب السودان مشاركين مع المرتزقة ويقتل الشعب السوداني. هناك مجموعات كبيرة جدا في كل المواقع العسكرية، والناس المتخصصين في التدوين المتعمد. أي تدوين حصل في الخرطوم وفي أم درمان وفي أي محور من المحاور، الناس هم اللي بيضربوا المدفعية وهم اللي بيقتلوا الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء في البيوت وفي الأسواق. ورسالتي لحكومة دولة جنوب السودان برئاسة سلفاكير ولمواطني شعب جنوب السودان، عشان بكرة ما تقولوا نحن ما عندنا علاقة بهذه الحرب، ديل مواطنينكم انتم. الرسالة الثانية لرئيس دولة الأمارات محمد بن زايد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملك بعدله، أسأل الله أن يقسم ظهرك ويسحب النور من عينيك، وأسأل الله أن يجعلك وأموالك غنيمة للمسلمين. كل الدول التي فيها حروبات تلطخت أياديكم يا حكام الأمارات بدماء المسلمين في سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان. لم يسلم منكم مسلم، سلم منكم اليهود والنصارى والملاحدة، وكل ذلك بحجة محاربة تنظيم الأخوان المسلمين. أنت يا محمد بن زايد علماني، والعلمانية كفر، قمت ببناء معبد هندوسي، وكذلك قمت ببناء مجمع سميته البيت الإبراهيمي، وإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلماذا تتدخل في البلاد الإسلامية يحكمها من شاء برضا الشعوب؟ فما علاقة دولة الأمارات عليها من الله ما تستحق بالدول المسلمة؟ انتم ما أوصياء على المسلمين، انتم ما أوصياء على الشعوب. الرسالة الثالثة لأخواننا في الولايات، أنا داير سبب منطقي. كيف لمواطني دولة جنوب السودان وبإقامة غير شرعية ويشتغلوا مع المرتزقة ومقيمين الآن في المدن الآمنة؟ أنا داير سبب مقنع. ليه يقعدوا؟ لماذا لا يتم ترحيلهم إلى بلادهم؟ فورا يجب ترحيل مواطني دولة جنوب السودان، لأنه شعب وقف الآن مع الجنجويد. المواطنين الموجودين الآن من قبيلة النوير وقفوا تماما مع الجنجويد ويقتلوا الشعب السوداني. الرسالة الرابعة للمدعو مزمل عوض فقيري الهارب، انت قلت دي حرب بتاع الفتنة وحرب بين مسلمين، الآن دي ما مسلمين. ويليام الآن الذكر اسمه نصراني كافر، وهنالك كولومبيين كفار وأثيوبيين كفار ومن دولة جنوب السودان كفار يقاتلوا مع المرتزقة، يقتل المسلمين. يا مزمل عوض فقيري، انت لحد الآن ربنا ما فتح عليك بكلمة تدين، تقول نحن ندين قتل المسلمين بواسطة المقاتلين الكفار من أبناء النوير ومن أبناء أثيوبيا ومن كولومبيا. قلبك تقول الكلام ده؟
ثم ثانيا أنت بتنادي بطاعة ولي الأمر. الآن ولي الأمر طلع عليه قرار تسلم نفسك في فترة أقصاها أسبوعين لك 3 شهور يا مزمل. أنت ماذا في السودان؟ وللآن أتباعك لا يدعو للقوات المسلحة ولا يدين الدعم السريع. نسأل الله أن ينصر جيشنا نصرا عزيزا مؤزرا، تقبل شهيدهم ويداوي جريحهم ويفك أسيرهم ويشفي مريضهم ويسدد رميهم ويثبت خطاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.